السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارحمنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. متابعة الغنم عندي. النعجة دي اسمها غزالة، دي عشرت طلبت، هي لسه وراها الخروف الأبيض اللي هو ده، اللي ورا ده ابنها. هي طلبت من 10 ايام كده والخروف صدها. والنعجة برضو التانية دي برضو طلبت تقريبا من 10 ايام والخروف صدها. ام الذكر اللي هو النتاية اللي جنب الذكر الالبط ده اللي وراه. ايوه النتاية دي نتاية وده ذكر. اريا. والنعجة اللي هناك اللي الناحية التانية دي برضو، ده عملت لها سونار وطلعت عشر الحمد لله. والنعجة برضو اللي احنا شارينها، اللي انا كنت شاريها من الزقازيق، اللي هي فين، اللي هي دي. النعجة دي برضو عشرت بقالها 20 يوم كده. بصيت في التاريخ لقيتها بقالها 20 يوم معشرة. ودي اللي هي القزعة دي ما طلبتش خالص، معرفش ايه السبب. فهنشوف ربنا ييسر الحال. لو ما اتظبطتش هتتعرف بعد رمضان وتتباع لحم في العيد الكبير. والنعجة برضو اللي هي الشمس اللي هي وش السعد، اللي هي دي. النعجة دي برضو عشرت، اتطلق عليها بس لسه ما نعرفش عشر ولا لا. بس هي عدى على ميعاد الطلقان عليها ده تقريبا 40 يوم. بس احنا هنستنى شويه، مش هنعمل سونار دلوقتي. دي عشر خلاص كده، تقريبا شهرين ونص او 3 شهور. ديت هي اللي اتطلق عليها، بس لسه ما عرفناش يعني. هنستنى شويه عشان في كام نعجه كده عايزين نعمل لهم سونار. فهنستنى نعمل لهم سونار مع بعض. ايوه انا هي دي طلبت برضو. دي طلعنا عليها. ودي رخت خالص. النعجة دي اللي هي المفروض اسمها وش السعد، اللي هي دي رخت خالص. ان شاء الله يعني ممكن اسبوع ولا حاجة وهتولد. والنعجة اللي وراها دي اللي هي العجوز، دي بنتها. ان شاء الله دي تقريبا عمرها 3 شهور الا 5 ايام. فان شاء الله هتتفطم. فعشان ما اعزلش الحلية دي في مكان، هركب الام شمرة. عارفين انتوا الشمرة اللي هي بتركب في دارة الغنم دي. هارية هنركب لها شمرة في الدرع بتاعها عشان بنتها ما ترضعش. وطبعا دي الحلية اللي انا شايلها جديد، اللي هي دي. بس حلو عجباني يعني، ما شاء الله عليه. هو كده في ايه تاني؟ اخدت برد امبارح وانا في الشغل، كنت سهران بالليل وكان الجو برد، فطلعت بره كده اخدت برد. والواحد صوته متغير شويه، لكن الحمد لله على كل حاجه. ودي اللي هي البكريه اللي كان ابنها تعبان عنده سخونيه، هو دلوقتي الحمد لله كويس. دي اللي هي والده اول بطن. وانت يا وزع مش ناويه تطلبي ولا ايه؟ ده يا وزع دي انا عملت لها سونار. كنت متخيل العرباوي وقال لي ان هي بطنها كبير كده وعشر الصبح بيبقى بطنها حلو، فعملت لها سونار طلعت فاضيه برضو. لما جيت عملت سونار ليها وللنعجه دي، والنعجه اللي هي التانية بنعجه الزقازيق. اريا. ودي
دي النعجة اسمها منضرات يا جدعان، هي اسمها منضرات، لكن انا بقول عليها الهبلة لان كانت هبلة شوية بس عقلت خلاص، لكن هي اسمها اصلا منضرات او منضار. وان شاء الله كده على بعد رمضان هناخد الخروف اللي هو الخروف الالبط ده، تمام، الخروف ده مع الخروف التاني اللي هو الابيض ده مع الخروف اللي هو الكبير، التلاتة هنطلعهم على سطح البيت عشان يتعلفوا لوحدهم. الكلام ده بعد رمضان، بعد رمضان على طول، بعد رمضان دول، بحيث دول يكونوا اتفطموا بعد العيد اصلا. والخروف اللي هو اللي انا جايبه الكبش الجديد ده بقلب في الغنم حلو الحمد لله، بس لسه النتيجه بتاعته ما بانتش، هو لسه صغير، ما كسرش اسنان خالص، هو تقريبا 10 شهور. وربنا ييسر الحال. دي الارض اللي انا كنت فيها بقالي كام يوم بقول لكم عليها النهارده عشان ما لقيتش اكل خالص، فقلت هاجي اكل فيها وخلاص. وامبارح برضو ما سرحتش علشان كان فيه هوا وكان فيه مطر، فرمت لهم شويه فول اللي انا جبتهم دول. ربنا يرزقنا ويرزق الجميع ويرزق المسلمين جميعا يا رب يا رب. ربنا ييسر الحل لكل الناس. على فكرة صحيح انا عملت سيرش امبارح وفضلت ادور وكلمت ناس كانت بتطلع سوق عندنا بتطلع بالخضار يعني على موضوع قرش التوم. لقيت في حد بيبيع في الجيزة تقريبا، حد بيصدر توم فبيبقى عنده قرش كتير، فكلمته قال لي في موجود قرش. فالمهم دخلت اصلا الاول على شات جي بي تي وكلمت ناس عرب واتكلمت مع كام واحد التوم مفيد ولا لا. هو قال التوم مفيد لكن يكون قليل، ما تاكلش منه كتير، يعني مثلا تاكل منه طقه مثلا كل 3 ايام، يعني ياكل مرتين 3 مرات بالكتيره خالص في الاسبوع، ومش ما ياكلش اليوم كامل. ده اول شرط. تاني شرط ما يكونش اخضر، لو اخضر هتقلل منه خالص عشان بيعمل انتفاخات، لو اخضر هتقلل منه. ايه طلبت شكلها طلبت النعجه دي، هي التانية اللي عشرت. انا بقيت بعرفهم من بعض عن طريق ديت ان صوفها كامل ورجلها الاربعه فيهم لون اسود، والتانية هنا هي جردة ورجلها ما فيهاش الاسود، فبقيت اعرفهم من بعض يعني. المهم موضوع التوم يعني، كلمته امبارح اتصلت عليه قال لي الاخضر الطن عامل 1600، ده لو انت هتاخد عربيه جامبو، لكن لو انت هتاخد عربيه داتسون الطن هيوصل فيها ل2500 وصال لحد الشرقية. فهي لو احنا اشتريناها كده عربية كبيرة هيبقى نفس السعر، لو اشترينا عربية صغيرة هيزيد علشان الشحن وعشان المواصلات. والاخضر والناشف هيبقى موجود بس في شهر 4. فانا قلت له انا محتاج ناشف هسيبه دلوقتي وباخد في شهر 4. ولو لقيت حد مثلا بينزل من عندنا بودي خضار الجيزه والاماكن دي هخليه يجيب لي مثلا طن كده على قد 1600 جنيه، يوصل هنا ب 2000 جنيه بس طن واحد، مش مشكله، هنجيبه نجربه كده وهحطه في مكان ينشف برضه ونشوف برضه لو حلو بس طبعا مش هاكل منه كتير زي ما قلت له عشان هو بيعمل انتفاخات وبيعمل اسهالات والكلام ده، هو لازم تقلل منه. وربنا ييسر الحال. اي عرش هنعرف نتصرف فيه. اهي دي النعجه اللي قلت لكم عليها دي جرده، انما التانية بصوف كامل. اري اهي التانية الرخمه دي، اري اري. وموضوع برضه الغنم ده انا اول مره اعرف ان وانا كنت مع الغنمين العرب، هريه يعني امشي، يعني تعالي. فين يا بنتي؟ ما هو عندك اهو. هو فين الخروف ده؟ نايم هناك، نايم على اول الارض. روح هاتيه. روح عليه. ايوه كده، روح. والتاني نايم في الطراوه ولا حاسس بالدنيا. هو نايم هناك، نايم على اول الارض. روح يا بنت.
هنروح نجيبه لها يا جماعة. انت هتاكلوا بصل الناس، احنا مش عايزين مشاكل. انت عندكم بصل كتير في البيت، انا جايب لكم عربية عرش، كلوا زي ما انت عايزين. تعال 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 تعال، يلا يلا تعال تعال. اهو بس خلاص، نايم بشخر ولا في بص دماغه في التراب، والغنم كلها جت. انت يا عم انت مالك كده نايم كده ليه؟ في مشكلة ولا ايه؟ مالك يا عم في ايه؟ انت حلو، امال انت. طب يا عم خوفتنا عليك يا عم، الحمد لله. هاري، هي اهم حاجة ان شاء الله لما الدنيا توفر، بس الفلوس تتوفر شوية، هنشتري برسيم حجازي دريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا جدعان تضغطوا لايك واشتراك ومشاركة للفيديو. ري ري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو المفروض ان انا كنت بروح يوم بيوم عشان اقلب قرش الفول ده علشان ينشف، فانا كل يوم بتابع، فرحت جبت النهارده شوية كده، شايفين مليان فول، رحت جبت كبشة يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل شوية قرش الفول ان شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. سد الباب، سد الباب. انا عرفت انا افتح الباب. ده كله فول ازاي؟ في فول كتير، ده انا اللي انا كنت جايبه امبارح. ده انا جبت النهارده بس عشان ما سرحتش، عشان كان في هوا ومطر والكلام ده، فما طلعتش بره، عشان كده جبت شويه رميتهم لهم هنا. وانا مروح من بره عديت على غنم، بصيت عليهم بصه كده، قلت اطمن عليهم يكون في مشكله كده ولا كده، ورميت لهم شويه اكل برضو بالمره، شويه قرش بصل. يلا تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.